الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنوريكم طريقة المكرونة على أصولها. فاحنا دلوقتي حطينا شوية زيت وحطينا كوب ونص دقيق. هنوريكم طريقة عمل صينية مكرونة، ودلوقتي مع كل خطوة نعملها نوريها لكم إن شاء الله. ادينا بنقلب لحد ما الدقيق ده يبقى داخل على حمر خفيف جدا، وبعد كده بقى نضيف له الحاجات التانية نوريها لكم ان شاء الله. احنا كده خلصنا الدقيق على النار. دلوقتي هنضيف له كوبايتين حليب، دي طبعا طريقة عمل البشاميل بتاعت المكرونة. نضيف كوباية حليب تانية اهي، هنضيف لها بعد كده بقى دلوقتي كوبايتين شوربة. دلوقتي حطينا احنا البشاميل على النار. بعد ما حطينا كوبايتين الحليب هنضيف عليهم كوبايتين شوربة، ونفضل نقلب برضو لحد ما البشاميل ينضج. هنحط كوباية الشوربة التانية اهي زي ما انتم شايفين. ماشي، وانتوا عارفين دلوقتي الشوربة خلوا بالكم فيها ملح. احنا لما نحط ملح هنحط ملح على قد بس الحليب، علشان ميبقاش الحاجة حادقة مننا. وطبعا هنقدر نقلب لحد ما نوريكم لما تنضج البشاميل هنوريها لكم. دلوقتي هنحط شوية ملح، لأن الشوربة عليها ملح، احنا بنحط عشان الحليب اللي هو من غير ملح. هنحط شوية فلفل أسمر، ونبتدي نقلب لحد ما ينضج هنوريها لكم. دلوقتي خلصنا البشاميل اهو زي ما انتم شايفينه اهو. ماشي، بقى ناعم ومية مية، مفيش أي تلقاحات. طبعا أنا عملته بالمعلقة. في اللي عايز يعمله مثلا بالخلاط أسهل عشان ما يتعبش نفسه، ما فيهاش مشكلة برضه، ممكن يعمله كده أو كده. طبعا احنا خلصنا، حطينا طبعا زي ما انتم شفتوا الخطوات بتاعته. ودلوقتي فاضل خطوة البيض هنضيفه عليه بس. هات افصل وكلمني. هات المعلقة. طبعا احنا كده سيبنا البشاميل اللي يبرد عشان نحط البيض، لان لو حطينا البيض وهي سخنه هيكلكع. فدلوقتي هنضيف، حطينا 3 بيضات زي ما انتم شايفين اهو. احنا كده قسمنا البشاميل، حطينا نصه في الطبق ونصه سيبناه في الحله عشان نقلب المكرونه معاه. طبعا اللي سيبناه في الطبق ده اللي هنحطه على وش المكرونه ده. كده احنا بنقلبه عشان يبقى المكرونه كلها داخلها البشاميل زي ما انتم شايفين اهو. وده طبعا على الوش عشان نغطي بيه المكرونه. وان شاء الله نوريها لكم لما تخلص خالص. طيب احنا كده هنحط نص المكرونه زي ما انتم شايفين اهو، نفردها. شويه كمان عشان نغطي الارضيه بيها.
ما انتوا شايفين اهو. نقفل الأماكن المفتحة كلها عشان لما نيجي نحط اللحمة المفرومة اللي عصجناها طبعا. اهي اللحمة. كده بقى ايه، هنحط بقية المكرونة زي ما انتوا شايفينها اهي. زي ما انتوا شايفين اهو، بعد ما خلصنا حطينا اللحمة ورصينا المكرونة اللي بقى النص التاني على الوش، هنضيف البشاميل على الوش نغطي بيه. نغطي بيه الصينية زي ما انتوا شايفين كده. كده بعد ما خلصت الصينية، ودلوقتي هنوديها على الفرن هنسويها. بعد ما تستوي ان شاء الله هنوريها لكم. كده بقى بالصلاة على النبي، الصينية بعد ما طلعت من الفرن، بعد ما عملناها قدامكم ووريناكم كل حاجة، ف دي كده بقى الفينش بتاعها. والمدة بتاعتها على فكرة يعني أنا حطيتها ساعة، بس انتوا ممكن برضو ساعة بس بشروها، يعني برضو ممكن تستوي قبل كده. أنا عملتها على درجة من 190 ل 200. وكل سنة وانتم طيبين.